بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. النهارده لاعيبه الزمالك في ماتش الزمالك والبنك الاهلي مفيش لا روح ولا لعيبه عندها دم ولا احساس ولا بتراعي مشاعر الجمهور اللي دمه بينحرق، الجمهور اللي اعصابه بتنحرق بسبب نادي الزمالك وبسبب لعيبه نادي الزمالك. الزمالك في اول الماتش هدف للاعب الراجل، اللعيب اللي طول الدوري بيحارب، هداف الدوري من نادي الزمالك ناصر منسي، بيجيب هدف بعد 25 ثانيه. بدل ما نضغط من اول المباراه عشان نضمن فوز سهل هيقربك من المنافسه على الدوري تاني وعلى المركز التاني وهيرجعك تقف على رجلك، لا، استهترنا واتدلعنا لحد ما البنك الاهلي قدر ان هو يحرز هدف تاني ويتعادل وتبقى النتيجه 1-1. ولما الزمالك فضل يضغط على البنك الاهلي تمكن ان هو يحرز هدف لسيف الدين الجزيري في اخر الماتش. خلاص بقى انت المنطق ان انت هتقفل، ولكن في تخاذل وفي عدم احساس بالمسؤوليه، وتحس ان المدرب قاعد بره نايم. بصراحه حرام، انتوا يا جدعان بتبلونا بمدربين يعني، وفي الاخر بيروحوا يرفعوا قضايا على الزمالك وياخدوا فلوس من الفيفا. يعني ده ياخد فلوس ليه؟ جايبينه ليه؟ بيلعب بنفس الخطه كل مباراه 3-5-2 قصاد فريق قوي، قصاد فريق ضعيف بتلعب 3-5-2، واخر 10 دقايق او ربع ساعه تطلع المدافع الزياده اللي ملوش لازمه اصلا عشان تكمل هجوم. الواحد دمه محروق من حسين لبيب ومن مجلس الاداره ومن اللعيبه ومن المدرب. بصراحه انتم كتير علينا جدا ان احنا نستحملكم، والمشكله مش مشكله فلوس ولا مشكله ان لعيبه ان الزمالك ما عندوش لعيبه جامده. انا بقول لكم اهو، الزمالك مشكلته لا هي فلوس ولا هي لعيبه جامده. عندنا لعيبه 10/10 هداف الدوري من عندك عبد الله السعيد، عندك بنتايك، عندك لعيبه كتير جدا كويسه. المشكله والازمه الاساسيه في الروح، ولو الاهلي كسب الدوري السنه دي هيبقى بسبب الاصرار والعزيمه اللي عند اللعيبه بتاعته اكتر من الفلوس واكتر من اي حاجه تانيه. فمش عارف بصراحه اقول لكم ايه. لازم مجلس الاداره ده يمشي، واللعيبه اللي ما عندهاش روح تمشي، والمدرب يمشي. اكتبوا لنا رايكم في الكومنتات عن ايه اللي حصل في ماتش النهارده. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه.